السلام عليكم اخواتنا الغلابه، وحلقه جديده وموسم كروي جديد بادئ بدايه قويه لحد دلوقتي، واحنا خلاص في اخر كام يوم من الانتقالات الصيفيه اللي بتخلص. اعلن فابريزيو من كام يوم ان خلاص صفقه كانسيلو لبرشلونه تعتبر انتهت، ومساله انضمامه هي مساله وقت مش اكتر. فانا جاي النهارده اكلمكم شويه عن كانسيلو وان ليه اللاعب ده هو لاعب مثالي جدا لبرشلونه وهيساعد الفريق بشكل كبير جدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. تشافي من اول ما مسك الفريق يعتبر ما لعبش بولا باك يمين حقيقي يعتمد عليه. ديست وسيرجيو روبرتو، شويه كوندي، شويه اراخو، خصوصا في ماتشات الكلاسيكو عشان يحط فينيسيوس في جيبه زي كل مره. فحوار ان معهوش باك يمين ده كان دايما بيدخلنا في معضله، انه كان بيلعب بثلاثه قلوب دفاع وعلى شمالهم بلدي باك متقدم. فالتعاقد مع لاعب بنوعيه وخصائص كانسيلو هيدي تشافي نوعيه لاعب اول مره يمتلكه، وهيساعده بشكل كبير على التنوع في الخطط، وحتى هيدي عمق للفريق. وكل ده هنشرحه النهارده ان شاء الله، وخلينا نبدأ ونشوف ايه هي مميزات كانسيلو. كانسيلو زي ما كلنا تابعناه مع سيتي جوارديولا، شفنا انه من اقوى الاظهره الهجوميه في الفتره الحاليه. فلو احنا بنعتبر لاعب زي بالدي ده ظهير هجومي، فكانسيلو يعتبر هو الابجريد بتاعه. سريع، اكتر فعاليه منه على الجون، وكمان امهر بشكل كبير. فوجود كانسيلو عندك على اليمين وبالدي على الشمال هيديك قوه هجوميه كبيره، بالذات في الماتشات اللي فيها تكتلات دفاعيه. فانت بتبقى فاتح الخط بظهيرين، فهيخلي الدفاع يضطر غصب عنه يطلع من مراكزه عشان يضغط عليهم، وده اللي هيسمح للعمق اللي مليان برضه في نفس الوقت انه يبقى اخطر، سواء بليفاندوسكي او رافينيا اللي بوجود كانسيلو هيسمح له انه يدخل العمق اكتر، وده غالبا هيزود فاعليته على الجول. بقول لك غالبا عشان انا عارف ان الواد ده برازيلي ما ينضمنش، يعني في اول ماتش رايح يضرب لي الولا بالكوع ويعقد الماتش اكتر ما هو متعقد. تاني حاجه من مميزات كانسيلو انه مش بس بيلعب باك يمين، لا ده كمان ممكن يلعب باك شمال، وبيقدم نفس الجوده والكفاءه في المركزين. يعني جبت باكين بسعر واحد. فمش بس انت جايب باك يمين، لا انت جايب لاعب متنوع هيقدر يفيدك يمين وشمال. كمان كانسيلو في فتره لعبه مع جوارديولا لعب كتير في مركز الظهير الوهمي، وده اللي هيساعدك تخلق زياده عدديه وتسمح للاعب مهم زي ديونج انه يتقدم ويزيد بالكوره، وده هيفيدك جدا خصوصا في الماتشات المتقفله واللي محتاج تلعب فيها في العمق اكتر. وطبعا كل مركز من دول او كل خطه هنلعب بيها ليها الظروف بتاعتها على حسب الخصم اللي هتقابله. فزي ما قلت لك انت بقى عندك خطط كتير تقدر تعمل منهم خطه مناسبه بمجرد انك زودت لاعب واحد. حبيت برضه افكرك ان كانسيلو من نقط قوته التمرير وصناعه اللعب، وكلنا نفتكر اسيستو الخرافي بوش رجله لهالاند قدام بروسيا. ندخل بقى على سلبيات كانسيلو واللي عنده منها كتير. اولها واللي اغلبنا ملاحظه انه في الدفاع مش احسن حاجه، هو شغال بس مش بنفس قوه الهجوم بتاعه، فهو بيبقى محتاج قلوب دفاع يسندوه، واحنا الحمد لله القلوب عندنا كلهم اسود ما شاء الله، كوندي وكريستنسن وطبعا اراخو. فانا شايف ان المشكله دي الى حد ما محلوله، يعني بالذات كمان مع وجود روميو اللي بيغطي كتير في نص الملعب، فالدنيا غالبا هتتظبط اكتر. تاني حاجه هي مش سلبيه قوي او عيب في كانسيلو، بس فكره انك هيبقى عندك ظهيرين الاثنين هجوميين وبيطلعوا في الهجمات هتضعف الدفاع بشكل كبير، بالذات لو ما قدرتش تظبط الادوار بتاعتهم وتنسق الحركه ما بينهم، وده اللي ممكن يخليك تضحي بلاعب من نص الملعب عشان تزود قلب دفاع كمان، وتلعب بثلاثه بدل اثنين عشان يقدروا يغطوا وراهم بسهوله، وتغير الخطه ل 5-3-2. اخر حاجه بقى من سلبيات كانسيلو وهو اوضح واكبر عيب فيه، علاقه اللاعب نفسه بالمدرب، لان زي ما ظهر للاعلام مشاكله مع جوارديولا او حتى مشاكله مع توخيل لما راح البايرن اعاره، فموقف كانسيلو فيهم ما كانش كويس، بالذات انه غلط في جوارديولا، ودي اكتر
حاجه ممكن تقلق جماهير برشلونه لو الامور ما مشيتش كويس بينه وبين تشافي وقدروا انهم يتفاهموا مع بعض، او بمعنى اصح تشافي قدر انه يسيطر على ردود فعله ويقنعه بافكاره. بس انا شايف ان كانسيلو نفسه اتعلم من الدرس وعايز يثبت نفسه بجد مع برشلونه، ولكن في المجمل مميزات كانسيلو تفوق بشكل كبير جدا عيوبه وتخلينا نتغاضى عن معظمها وتخلي تشافي فعلا عنده حق انه يطلبه ويصر ان الصفقه تتم وفي اسرع وقت كمان. وان شاء الله يكون موسم عظيم لبرشلونه بقياده المستر تشافي وكل الدعم يا مستر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده والسلام. وكلنا نفتكر اسيستو الخرافي لهالاند وكلنا نفتكر اسيستو الخرافي. انت كده حطيت الجول.